السلام عليكم. وينكم صديقاتي؟ وين غاتسين؟ شنو احوالكم؟ وينكم؟ اش عاملين؟ اثناء عملتها بيكم لتحضيرات رمضان، لتنظيف، الله غالب الله غالب الله غالب. قاعده نزرب ونجري نجري نجري باش نكمل داري اكهو. يزي استنيت برشا، دونك قلت خل نضحي شويه، شهر ولا قديش ولا جمعتين ولا اللي هي نكمل ونرتاح. ومن بعد تو تشوفوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي كي تحضر الدار باش نعمل برشا حاجات مزيانين معاكم. القناة باش نبدل، خليوها مفاجأة. تو تشوفوا برشا حاجات باش روتينات مزيانة، وصفات، فيديوهات حلوين 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 على الاخر. حتى طريقة التصوير زادة باش تتبدل. حسيلو ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا كيما تعرفوني ما نخبي عليكم شيء. هو يقول القايل الواحد باش يعمل حاجة يخليها بستر ربي، اما ما يسالش. حسيلو نسيت أنا، يظهر لي ما صليتش عن بيت الصلاة والسلام على نبينا محمد. حبيبتي توحشتكم برشا برشا. أول حاجة ساحة باش نقول لكم، اللي ما رجعتش على التعليق العباد اللي تسأل عليه، راني الله غالب راني ما ندخلش أنا جملة 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 لا للفيديو لا لليوتيوب حتى شيء. ما عنديش وقت، بالحق ما عنديش وقت. كي نقول لكم أنا نجري هالأيامات باش منتجت هذيا الفيديو هذايا، منتجته تعرف شنو عنده تقريب حكاية 3 أيام، وما لقيتش وقت باش نهبطو. كي جيت باش نهبطو وقت البارح حسيلو تبولد معايا يهبط ما نعرفش يبطى، نعاود زيد نهبط زيد في الاخر. حسيلو تريقل ما فهمتش شنيا الحكايه. حسيلو هبط لي بالسيف نهارين وانا نفسخ ونعاود نهبط. المهم البنات، خلنا نبداو في المعون وبعد نكمل نحكي لكم، مازال الفيديو طويل والكل. حسيلو هوني كما قاعدين تراو، مني مشيت لصفاقس عملت جمعة تهبل كصفاقس محلاها ارتحت. حسيلو البنات لا ترتيب لا تنظيف لا مرمى. بالتليفون هنا بالميسنجر نشوف فيهم مش يعملوا، يوري لي راجل يقولوا زيد ذيك نقص ذيك. حسيلو مشيت البلاد العربي، مشيت درت في برشا بلايص برشا مغازات زاده مزيانين. حتى انا عملت لكم دوره حسيلو للبلايص اللي مشيت لها الكل. هو الفيديو جا طويل دونك ما لا قطعت عملت. وني كما قاعدين تراو السيرفيس الاول هذاك خذيتهم بلاد العربي، هذوما صحافي زاده خذيتهم من مغازة قمر، زاده صورت لكم منها شويه. حسيلو رخص برشا في الكعبه، يظهر لي في تقريبا في 6000 حاجه كيما 6500. حسيلو انا كنت تذكروا البنات عندي منه الستيل هذايا لصحنا منهم وقت على الاول دوب طلعوا وقت غاليين برشا. خذيت كان لصحنا اكا هوا كنت تذكروا، وتوا كملت الصحافي وزدت كملت لصحنا هذوما الغارقين وشنو اخر، ولاو لي سيرفيس كامل ولا الكيسين الوالا. خاطر انا قعدت وقتها نحكي ما حكيتش عليه. حسيلو هذوما معناها الكيسين طول البنات، هذا معناها السيرفيس هذا. خذيته فرصة ما نحكي لكمش، هذا ب70 دينار مانيش مصدقة. هذا راهو الكاس الكبير معناها متاع قهوة الحليب، ماهوش قهوة الكحلة الصغيرة. انا كريتهم قبل ديما نراهم، مش مره ولا اثنين، نراهم في باجات يتباعوا الباكو كامل معناها فيه متاع قهوه الحليب وقهوه الكحله ب 180 170 190 في الزون ذيك، من 170 190 حسيلو ساعات 180 كل حسيلو باج كيفاه. وزاده في سكر هذاك اللي صورت لكم وقت قضيت منه بياس، زاده ب 180 السيرفيس كامل. هذا كامل بيع فيه هو ب100 و110. انا قلت له راني ما نستحقهمش الكل. قال لي ليه ما نجمش معناها نبيع يعني الكبير ونخلي الصغير، ولا نبيع الصغير ونخلي الكبير؟ قلت له ليه راني نجم ناخذ كان الكبير. قال لي باهي ما راني نبيع لك 7 باش باللي يتيح منه الاخر او كان نبدا انا رابح. قلت له مش مشكل، ب70 دينار بالنسبه لي انا معناها انا ربحته، خاطر هما الزوز قريب 110. قلت له مش مشكل خاطر عجبني، والصغير صغير برشا ما نعرفش نتاع قهوه كحله، وزيد انا عندي برشا. حسيلو ب70 دينار قعدت باهته. هذايا في بلاد العربي في الدخله اللي يسكنوا في صفاقس، الدخله متاع الدروج هذيك اللي تخرج على 7 نوفمبر، اللي تخرج على الرويقه.
يعرفوها، اللي يسكنوا غادي باز يعرفوا. الدخله وين تلقى هذاك نتاع الماعون كنصبين بيه. انتو نوريكم انا من بعد البلايص. حسيلو هو اسمه يا ربي يا ربي شنو اسمه، المهم معروف غادي اسمه عمر ولد وحيد ولا شنو، المرحوم بوها. خاطر انا كي قلت له خليه عندك نكمل نعمل دورتي ونقضي ونرجع لك، قال لي اوكا قول لهم وحيد ولد لا عمر ولد وحيد يعرفوني، معناه معروف. هذايا براولو راهو عنده برشا حاجات رخاص. اكلي ما يحبش يربح برشا، قال لي كل حاجة، قال لي والله يحكي لي مسكين سخفني، قال لي معناها كل مرة نربح في 5-10 آلاف في الحاجة كهو على قوله. المهم هوني هذاك الصحن الصغير اللي وريته لكم انا توا وانا نحكي على الكيسين، هذاك القديم كنت تذكروا اللي عندي. جيت 3 سنين وقت قديت الكوجينه، خيط وقتها مازالوا معناها خارجين على الاخر. حسيلو نسقت معهم هذوكم مع الصحافي، مع الصحن الغرقين، ومعك الصحن الصغار متاع الجاتو، ومع الكيسان. حسيلو ولا سيرفيس يهبل. كان خديته كامل راهو تكلف لي باك الحسبه، كل مره ناخذ له حاجه وسي ديجا سيء هو توا كملته انا ما عادش نزيدو. حسيلو هوني كيف هكا قاعدين تراو في هكا تنويزات زاده تنويشات زاده زدتو. حسيلو البنات كان فما حس شويه راني تعرفش نعمل ما عادش لاقيه حتى وقت باش نمنتج بقوت الحس شيء، وانا ما عنديش وقت. والشيء حس التكسير والمرمى والكل فيها برشا حس. حسيلو نبدا نتكلم شويه، هما يبداو يعملوا في الحس وانا نقص نعاود نرجع، كل فرصه نلقاها ما فيهاش برشا حس نتاع تكسير وانا نرجع نمنتج ونتكلم. هذا مش بلاد العربي، هذا خذيته من مغازة زيت، عملت لكم زادة دورة فيها محلاها زادة في حسيلو بين طريق المهدية وطريق تونس. هما يسميوها البلاصة بودرير، معروفة في صفاق زادة، برشا عباد تمشي لها والكل. زادة فيها حاجات الحق بالزينين برشا. أما بلاد العربي وحدها مازلت راه باش نوريكم حاجات خديتهم من الأسواق من بلاد العربي. هما ديجا أنا مازلت نحكي وما جاو قدامي هذوما عاد كما تعرفوا العشق عندي. أنا نموت على حاجة اسمها بوا، وخاصة سناكي هو خارج شخت بيه على الآخر. حسيلو كان نحكي لكم على الأسوام متاع هذوما، كان نحكي لكم تقعدوا باهتين. هذوما يا سيدي هما يصنعوهم في نفس البلاصة، معناها في البوتيك يبدا يصنع ويبيع ما شاء الله عليه، معناها قاعد هكا قد فيهم الداخل وكيف يوريها لك قبل ما يعمل لها زيت ولا شنو، حسيت ظهر لي زيت يوريها لك بيضة، تقول كيفاه هذيا منظرها مخيبها، تعرف كأنك اللوح المشهب حالته ما نحكي لكمش هكا. اذا اخترتي حاجه يقولك استنى اعمل دوره وارجع لي، جيت تلقاها هك تلمع لمعه الزيت. قال لي زيت يعمل لها ولا هو حسيلو يدنها بيه ولا شنية. هذوما ريتهم هما زوز حوانت بجنب بعضهم، تراوهم بعض في الاسواق. هذوما بعثتني واحده على الحقيقه، قالت لي انا خاطر ديما ندخل بلاد العربي ما انتبهت لهمش، قالت لي راهو البيع فيهم في اسوام خياليه. راني انا في تونس اخر مره اللي خديتهم اللي زينت بهم الكوان هذاك نتاع الكويزين وين فوق البلان دو ترافاي، هذوكم غاليين على الاخر، غاليين زاد الحقيقه ما يتقربوش. هذو مرخاص بالكدا. حسي وريتهم الصحفات الصغيرات هذوكم الكعبه خذيت على 10,000، هذه على 15. واللي لا هذه الكبيره سنوا البنات خاطر في التصوير مش ظهرت لي انا شنو قعدت نحكي وما غزرتش. المهم مش الكبيرة بالكل هذيك خديتها ب50، واللي تحتها ب35. هي ايوه هذايا ب35، والكبيرة خديتها ب50، والاخرين صغار بالكل ب10، واني واحدة اكبر شوي ب15. حسيلو هو الحقيقة راه مش باش يعطيك السوم هذا، مثلا نتاع 50 قال لي 70. امانه كيما تعرفوا قعدتك اللي قلت له لا ويسر عليا ودرشنيه سينو مش لازم يبيع. هما متربين راهم متربين على الاخر وياخذوا بالخاطر ومحليهم مك الناس. ريتو هذه كبيره بالكدا، هذه تهز مثلا كيلو مقرونه كسكسيت، حتى كيلو غير شويه كبيره قصعه باهيه، معنا خاصه احنا 4 من الناس سبا تهبل. هذه صدقوني ريتها مره في حمامات سود وين يبيعوا برشا غادي الحاجات كيما هكا، لقيتها تقريبا 140،
واخر مره زاد كي خديتك الحاجات زاد لقيتها في 120، يظهر له اقل منها بشوي. حاسيلو يرحم والديها، هي جارتي كانت قبل، كانت جارتنا مع جار دار بابا وكل، قالت لي برا امشي راما ذوكم يبيعوا برشا. حاسيلو حاجات هكا، خاطر كيما قلت لكم ديريكت يصنعوا ويبيعوا. حاسيلو الحوانت هذوما تو تروهم من بعد كي صورت لكم انا عملت لكم جوله. اللي يحب يمشي، خاطر ساعات المره الاخرى كي هبطت على مشتريات الصفاق سهلوني برشا. باهي تدخلوا عكس وين دخلت انا، باب الجبلي، على يعني باب الجبلي اللي القبيله ما قلت لكم دخلت. دخلت من شيرة 7 نوفمبر، يعني وين لارويقه اكد شويه دروج، وبعد تدخل ديريكت تدخل البلاد العربي، وتدخل منه ديريكت تمشي للسوق الصياغه، معناها ذهب. لا هذا العكس، هذا تدخل من باب الجبلي الاصلي، معناه وين اسمه هو سوق الحوت. ايوه تدخل من سوق الحوت وتطلع في عود تمشي لسوق الحوت، تمشي العكس. اسمع اللي يسكنوا غاديكا يعرفوا الطريق ويعرفوا بلايصهم. حاسيلو زاده فما دروج كان تعرفوا، حاسيلو تعرفوا بالضبط منين تدخلوا، من سوق النحاس. هم يقولوا له هكا، احنا زاده نقولوا سوق النحاس. حاسيلو تدخلوا من غادي اول زوز حوين انتم داخلين تلقاوهم يبيعوا الزوز باش نبى بعضهم، يبيعوا في الحاجات هكا البوا يصنعوا هما فرد بلاصه ويبيعوا به. وهوني هكا حاجات زاد خديتهم. هذوما هذه يظهر لي خديتها من مغازة زاد، يظهر لي اي زاد. هذه صغيره راك تراو فيها، ما نحبش انا الكبيره هذوما، هذه صغيره نعمل فيها زاد حاجات، فهمت. كالعاده كما تعرفوا فازاتي. به حسيلو الاكثر حاجه باش نعمل فيها جاتو دبي، مش شوكولاته دبي. فما شكون راهي كتبت لي مره قالت لي نحب تعمل لي شوكولاته دبي، تو هاو رمضان، اما تو ان شاء الله نعملها، وتو نعمل لكم فازات اخرين كيما شوكولاته دبي واحسن واحلى. حسيلو هذه زاده كيف يظهر لي مغازه زاد. حسيلو مغازه قمر خديت منها جوست ذوكم صحافي واللصحنا الغارقين ونورمالمون اكاهو به. وهذه نعملوا بها كيك فواياج كما تحبوا تسموه، جاتو فواياج ولا كيك فواياج. هذه ما نحكي لكمش عاد، هذه نتاع التشخشيخ ولا شكون ما يضعفش قدامها نوعيه الجاتو هذه، تبدا هكا من داخل حشوه شوكولا ولا فيكيا ولا كراميل، وداير بها كالجاتو. الور لا عالم اخر. حاجه اخرى هذه ان شاء الله زاد اول فرصه، يا ربي يا ربي تكمل المرمى. برشا حاجات تستنى فيكم، برشا حاجات يهبلوا. حسيلو ان شاء الله اول فرصه نعمل بيه جاتو باش يجي يفتق ان شاء الله، والاكيد من المؤكد باش يجي بنين برشا. حسيلو هذيا انا كانت عندي زاده اعطيتها وقتها، ما نعرفش لشكون، واحده من اخواتي حسيلو قعدت عندها ما اكاهو. المهم يا اخي هكا لقيتها شريتها من غادي زاده. هذيك شريتها من فما بوتيك واحنا خارجين زاده من باب الجبلي وين سوق النحاس، فما زوز هما ولا 3 الكلهم يبيعوا حاجات معناها الحاجات نتاع الجاتو اللي تصنع بهم الجاتو الكل، كما اللي عملت بها المره الاخرى التارد زاده الكل ناخذ نقضي من غادي كي نهبط. وهوني عاد الكاس هذايا اسمي اسم دليل. وين ما نلقاه هذاك الحرف نشري في اي حاجه، الحرف اللي يعجبني اكيد نتاع اسمي. هوني كيف زاد القلب هذا خذيته من نفس البلاصه اللي يبيعوا نتاع الحلويات، هذيك زاد تجي فيها شوكولا دبي، يبداو كعبات صغار احلى من اللي تبدا هكا كعبه كبيره، كل واحد عطيه كعبته كاو. هوني زاد كيف الكاس هذا يعجبني، هذايا خاطر عندي حسيلو هذا زاد باش ننسقوا على الواحد نتاعو من اللوطه، جاني كاس يهبل. المهم هذوما هكيكا معناها قلت انا ديما نحب برشا كيسين، خاطر نحب كي نصور لكم ديما بكاس جديد، ديما نخليكم تراو في حاجه جديده هكا تتفرح هكا. ما نحبكمش تملوا مع عشقي للقهوه، دونك نحبوا ديما في حاجه جديده. وني هذه زاده نتاع زيت زاده شريتها، ما نعرفش شنو اللي عديته انا ما حكيتش عليه. المهم هاكم تراو فيهم حاجات، فما واحده بيركس ظهر لي فاتني الحديث وانا ما حكيتش عليها، هذيك زاده كيف تدخل للفور والكل، هذيك المغرفه زاده ما حكيتش عليها. هذيك كل مره ناخذ هكاك، قلت لي نعمل سيري كامل.
وهوني ياك البوا ما بنوا عشقي عشقي عشقي. نعشق حاجة اسمها بوا، والله قداش تعجبني إن شاء الله في الديكور جديد متاع الدار ومتاع الصالة الكل باش ندخلوا بالكدا بالكدا بالكدا. حسيلو كان لاحظتوا حتى الباركي اللي عملته وانا الكل، خاطر نحبوا ديما يقرب للبوا والكل. هوني المشتريات اللي خذيتهم، فما حاجات الحقيقة البنات باش تكون واضحة معاكم ما خذتهم، وانتم ديجا كي صورت المرة الأخرى الفيديو ظهروا لكم، خذيتهم عندهم شي شهر. بونش قلت خلي ذوكم بعد رمضان ان شاء الله تو نحطهم في فيديو، خاطر برشا والكل وزيد ما عندهمش علاقه بمعون رمضان، دونك خلي قلت المره الجايه. هوني نهار اللي سافرت في شهر ثنيه بحث الجم يظهر لي وشدت لي المطر، يا لبيت ما نحكي لكمش على المنظر، مطر مطر مطر. تعرف الكهرباء بدات هكا ذابه مره في شيء. حسيلو هوني النهار الثاني يظهر لي كيكا، بديت نعمل هكا في دورة وقتها هوني وين لي زابارتمون متاعي اللي انا نكري فيهم. البلاصه ذي ياسر تحفونا، ذي كلها ذكريات، كلها هذه العماره اللي احنا معناها فيها ذيك كلها ذكريات. البلاصه ذيك صدقوني خرجت منها قداش عمري، انا عمري 12 سنه يظهر لي هكاك. المهم احنا راهو كيفاش دارنا مش غادي، اما من بعد خذينا ذي البرطمان الثانية الكبيرة ذي، هذيك وقتها سكننا فيها زاده بريود، وقت قعدت وقت بعد يمكن بابا هكا عامين وبعد مات قعدنا غادي وبعد جينا عاد لهنا. حسيلو ان شاء الله ربي يرحمهم، وربي يرحم بابا، خلينا الخير وخلينا الخمير، ربي ان شاء الله يرحمه يا ربي. والله بصراحة باش نقول لكم محلاه الحاجه كي تقعد من عند البو ولا العبي تيكا هاو. المهم هوني هاني باش نوريكم، شفتوا الحوانت هذوما الحوانت متاع البوا اللي خذيت منهم الصحافي. حسيلو وعنده قصة عنده راو انا نهارتها هو متاع واحد يسكن غادي كل ديما يمشي يلقى حتى اكبر وفرص، خاطر كل مره كل يوم يصنع نوع معناها. ذوك وقتها نهارت شنو لقيت معناها ما لقيت حاجات اكبر. هذا كيف هذو من الكيسان هاكم ريتوهم، زاد كيف يبيع الكيسان. هذا مش هذا انا اللي خديت منه، اللي بجنبه هو هذا نفسه زاد. خاطر علاش ما صورتوش، حاطط قدام الحانوت برشا وبرشا عباد تختار. الحقيقه ما نحبش نصور العباد. على فكره راه وليتو بلاد العربي كيفنا نحنا الاسواق هوني ما نجمش تصور، عيب الواحد يصور في العباد ولا عيب. انا نقول كان نهار واحد يصورني ورا روحي في بلاصه ندي عليه بالشر الحقيقه. دونك نحاول اني ما نصورش، فهمت، خاصه بلاصه هكا معبيه برشا. وباش نقول لكم حاجه، انا عمري ما نصور في بلاد العربي في تونس في الاسواق ولا بومنديل ولا الفريب وغادي نصور ومتمنة القلب. راهم محليهم راهم يدوروش بيك، راهم تعرف نهبطوا من الاوتيل انا ولدي حتى مخر نمشيو ناخذوا ماء ولا ناخذوا حاجه ناخذوا حاجه ولا قهوه، مي دور بيك حد. صلي على النبي على هاك البلاد والله محليهم. تلبس ذهب زاده والله لا يقلقوك هنا، ولا عمري ما نلبس انا نبدا خايفه. غادي ما يقلقك حد، لا عندهم نطره لا عندهم يجبدوا لك حاجه، جامي ما عندهمش جمله. الحقيقه ما شاء الله ما شاء الله عليك البلاد، ناس متربيه، ناس كي تقضي منها وكل خليق، ناس خدامه، ناس كي تحب تشري حاجه ما يرجعكش، يحب عباد تحب تخدم، مش كيف نحنا هوني يا اشري هكاكا يا لا يا طير قرنك كيف يقولوا. غادي ليه غادي حس بيك باش تاخد بالحق وعينك باش تشري، ما يخليكش تمشي يدك فارغه، تبيع وتشري معاه يقولك باهي اوكي برا هزو ميسالش. يعني تحسهم بالحق عباد تنجم تتعامل معهم. انا كالبلاد تعجبني ما نعرفش علاش، راني والله العظيم كي نبدا ماشي باش نعدي اي مات غاديك باش نمشي نطلع على خدمتي تلقاني شيخه، ما نعرفش علاش، وكايني ماشيه باش نحوس ولا باش نتفرهد ولا هو الواحد ماشي يحوس ماشي يتفرهد. اما نقصد يعني كاني ماشيه مثلا بلاصه هكا بحر ولا سيف تعجبني نرتاح ولا نرتاح اعصابي على الاخر. به هوني كما قاعدين تراو قاعده نوري فيكم هذه في سنه يا ربي خلينا نتذكر. ايوه هذه زاد مو زين البنات سامحوني اي هذه هذه اللي بين طريق المهديه وطريق تونس في بودريير. المهم
حاسيلو فيها زاد حاجات محليهم برشا برشا. مزيانة باهية، معناها تلقى ما تشري أسوانها مش غالية غالية ومش رخيصة رخيصة. شو نقول لكم حاجة البنات، حسب أنا مريت وبحكم اللي تروا فيا شريت برشا مرات. الأسوام متاعهم تشبه شوية البومنديل عنا، لكن شنو الفرق؟ احنا بومنديل متاعنا راهو رخيص، معناها ما الحقيقة رخيص على الاخر باهي، كي نقارنوه برشا بلايص معناها سكر وبرشا بلايص. اما شنو هما عندهم شوا بومنديل مشكلتنا رخيص ما تلقاش، فما حاجات ما تلقاهمش، خاطر تحسوا يجيب حاجات هكا شعبية اكثر، فهمتوا كيفاش؟ اما كي تلوج تلقى فما فيه حاجات، انا الحقيقه نقضي منه وقت، كان تذكروا عملت لكم فيديو وقتها في الشتاء والكل فيه يعني. اما فما حاجات كي تحبش تشريهم ما تلقاش حاجه اللي معناها مثلا انا اللي تعجبني بالكدا بالكدا، فهمتوا الفرق كيفاها؟ اما في الاسوام في صفاقس كي تقارنها هوني بسكرة وبالبلايص يعني اللي عنا هنا، ما نعرفش انا المغازات معناها هو أكثرية ماهم في السكر وفي العوينة والكل، يعني أرخص بالباهي. وزيد كما قلت لكم معناها كيف يحسوك باش تشري بالحق، ما يشدوش معاك الصحيح، معناها تبيع وتشري معاهم تاخذ الحاجة كما تحب انت. حسيروا البنات هاكم كما قاعدين تراو وانا هاني نهر عليكم على الأقل بما أني نبت عليكم نقعد ونهبط فيديو، على الأقل نقعد نحكي معاكم بالكدا. الله غالب هوني برشا تخفيضات على الاخر به. الله غالب كما تعرفوا المرمى تو نكمل المرمى ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، وتراو برشا حاجات باش نرجع متحمسه بالكدا بالكدا. اش مازال هنا الحاجه اللي نكملوها نرتاحوا منها اليوم، مش باش نوريكم حتى شيء على خاطر ما فماش حاجه جديده تظهر بالكدا كما قلت لكم. اما ما يمنعش راني قاعده مثلا نصور ونحط باش نهار اللي نوريكم الحاجه كيفاش كملت والكل تفهموها، مش كيما نوريكم بالحاجه وتبدا مش كامله ما نجمش حتى نفهمكم. هوني صورت لكم زاد مشيت للمول متاعهم يهبل كبير محليه، كل عشيه نكمل اموري ونمشي انا وولدي نبنكو غديكا نروحوا 10 9:30 حسيلو نشيخو حسيلو. شنو كنت نحكي انا على المرمى. الكل يسهلوني برشا، قالوا لي عاونا شنو نعملوا يا البنات، راني استنيوني انا اللي باش يبني مبروك عليه اما باللي باش نقول لك اعمل هكا ولا هكا راهي مسؤوليه، من بعديك تقعد تقول هاي نصحتني بحاجه هاي ما خرجتش باهيه، حطوا حتى لين انا نكمل وشوفوا مثلا خاصه بيت البانو انا قررت شنو باش نعمل، اما خليكم تشوفوا انا جربوا بيا انا يمكن اختياري انا ما يخرجش مزيان، خاطر الحاجه ما تظهر للواحد الا ما تكمل، خاطر مش كيما واحد يتخيل، انا نبدا نتخيل راهو في الحاجه كيفاش باش نعملها، باش نحط هكا نعمل هكا شنو اللون اللي يخرج على هذا باش تعطي وكل اما مش كيما تحضر وتراها ظاهره خير. دونك استناوني واللي معناها انا راك كيك خير، ما نحبش من بعد نعطيك فكره بالكلام ونقول لك اعمل هذيك واعمل هذيك وما تجيش متناسقه مع بعضها، على الحقيقه مسؤوليه راهي حسيلو. البنات وصلنا لنهايه الفيديو، صرنا سيء نورمالمون كون مادام ولدي وقتها بدرا شنو باش ياخذ من هنا ديجا كملت التصوير. حسيت باش نقول لكم توا باي باي ورمضانكم مبروك، سامحوني كان بديت عليكم كما تعرفوا ظروف، نعرفكم تحبوني ونعرفكم تعرفوا اللي عندي مرمى، وتعرفوا اللي انا الله غالب من الجمش مرمى حتى ايدي بردت خاطر حس نمشي نقضي هاو جبت هذه هاو وقفت على هذا، ما يحلاش التصوير. الدار مبلبزه كان الكوجينه قداش باش نصور لكم كوجينه، قداش باش نصور فيها الكوجينه باش تقلقوا استنوني وكاهو، نعرفكم تحبوني ونعرفكم حتى كي نغيب عليكم ما نلقاكم معناها تعاودوا تفرحوا بيا وتستنوني وتفرحوا بيا. حسيلو ربي يخليكم ليا ربي يفضلكم. انا والله العظيم حاش ما نقول كانش راني نعطيهم في تحضيرات رمضان وكل فاحات وكل فازات وكل الحاجات اللي تعرفوني تعودتوا بيا نعملها، اني الله غالب الله غالب الله غالب. خليني نكملها خاطر حاجة تعبتنا على الاخر وكل عام نبخلوا عليها، قلنا خلينا نكملوا سيء خاطر ديجا قلبتها الكل راي هذاك علاش بتاعت المرمى وكأني نبني من اول جديد، كل شيء البراني القفاد الداخل
حسيلو ان شاء الله موعدنا في فيديو جاي ان شاء الله، ربي يعطيني هكا القوه نصور شويه في رمضان على الاقل، ما نغفلش عليكم. تو نقول لكم باي باي حبوباتي، بسلامه، نحبكم برشا برشا، باي باي.